السلام عليكم. أشرت لكم من فترة أن هناك سيكون تعاون مشترك بين دولتين، والمصدر يعني حب أن ما أذكر الخبر بشكل صريح، لكن أمس نبهت، والحمد لله نبارك للشعب الكويتي والسعودي على هذا المجلس التنسيقي. يعتبر قاعدة لمستقبل متطور سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودفاعيا وأمنيا واستخباراتيا ومعلوماتيا وإلى آخره. وهذا لا يستغرب من دولة مثل الكويت والسعودية، لا يستغرب من دول شقيقة وبيننا نسب وبيننا تاريخ طويل. الذي يستغرب العكس تماما، من يقدح ويحاول إثارة الفتن بين الدولتين والتقليل من شأن الكويت أو التقليل من شأن السعودية أو إيهام الناس بأن السعودية دولة عدوة. يا الكويتيين ديروا بالكم، تراها حاطة عينها عليكم، ما هي اللي بعد الله عز وجل هي لها سبب في تحريرك حينما سقط. يعني هذا في رد، يعني كما نقول، أو الغريب هو من يثير مثل هذه الأمور. ليس مستغرب التعاون المشترك، وأمير دولة الكويت يقول ما يمس السعودية يمسني، وسياسات الكويت تتوافق بشكل كبير جدا، بل هناك تناغم واتفاق على أغلب القضايا بين البلدين، وكل بلد يصوغها بطريقته وبسياسته وبأسلوبه الخاص، لكن الاتفاق موجود. فالمستغرب من يقدح بمثل هذه الاتفاقيات أو بمن يقدح بهذه العلاقة. يا أخي علاقتنا متينة والله الحمد، لا يزعزعها إعلام ولا ذباب إلكتروني ولا أوهام، لا تعيشون في الأوهام. نحن ما عندنا بعد الله عز وجل إلا السعودية، هذا الشيء نعتقده في قلوبنا أخويا ودينيا واستراتيجيا وجغرافيا. انتهى. خلاف يصير هني، خلاف كرة قدم، خلاف كذا، لا صارت الصجية. يعلم الله أن ما نحط كتفنا إلا عند كتوفهم، ولا وين تبين نحط كتوفنا؟ وين كتفي أنا أسند على منه؟ على الإيران مستحيل، على العراق الله يفك عقل العراقيين من الجاثوم الإيراني. فإذا المستغرب هو من يقدح بمثله ويخيل للناس بأن السعودية والإمارات يسيرون في موجة جديدة. لا، مو موجة جديدة، مجالس تنسيقية بإذن الله يستفيد القطاع العام والخاص، وبإذن الله راح نسمع كلام. بل أنا يمكن أقول شغلة، خليجنا واحد، وكل الاتفاقيات والمجالس التنسيقية هذه يعني مفيدة للجميع ونفرح لها، لكن أنا أعتقد أن هذا أهم مجلس تنسيقي. الموضوع لا علاقة بطريق الحرير، الحزام، يعني بالحزام والطريق، لا علاقة بنيوم، لا علاقة بالحدود، لا علاقة بالاستثمار ما بين نيوم، التنسيق ما بين نيوم وما بين مدينة الحرير. هذا تنسيق مهم جدا، راح تدخل فيه شركات، راح تدخل فيه قطاع خاص، قطاع عام، أمور سياسية، أمور استخباراتية، أمور معلوماتية، ربط قطارات. يا جماعة بإذن الله ستسمعون بقطارات تجارية. بكرة إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز، لا يا حبيبي، عندنا أنابيب وبايبات وقطارات توصل إلى البحر الأحمر عن طريق علاقة استراتيجية تاريخية ما في مجال للعبث فيها، لا من زوير ولا عوير. والأكثر من ذلك، وقد يكون هو الأهم مستقبلا، أن تفهموا أيها الكرام من جميع الشعوب، حتى الشعب القطري، ترى نتفق نختلف، أنا ضد سياستك ضد سياستي، لكن في نهاية المطاف كشعوب وبلغة شعبية، ترى يا جماعة السعودية تقوم بدورها، تقوم بثقلها الطبيعي، ونحن نتأثر بهذا الثقل بشكل طبيعي لما فيه من عوامل مشتركة مع المملكة. احنا عواملنا المشتركة ترى مو مع إيران ولا مع النجف ولا مع دمشق ولا مع يعني هذا كأقليم، فهذا هو الطبيعي. وأكثر من ذلك قد تفتح هذه المجالس التنسيقية لعلاقة فيدرالية، أو خلينا نقول في تسهيلات جديدة أو اتحاد جديد أو مجلس تعاون، ما أقول جديد، إنما يصاغ بالشكل السليم الذي يطمح له الجميع وتطمح له حكومات الخليج أو أغلب حكومات الخليج. عسى الله يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير، وأنا أتمنى أن تزيد هذه الاتفاقيات، وإن شاء الله نشوف بدال منفذين بالحدود منفذ واحد، وتسهيلات وقطارات وكذا. هذه الأمور تحتاج إلى عمل مستقبلي. والتنسيق الخليجي الآن مع الصين
لا سيما بعد كلمة صاحب السمو أمير البلاد أمير دولة الكويت الله يحفظه، بدأ واضحا، والتعاون الصيني الخليجي جاي بقوة، ويا نوقف سوا يا نسقط فرادى. والسلام عليكم.